هلو معاكم هدير نجيب، لايف كوتش ويوجا انستراكتور وسول دانسر وديتوكس كونسلتنت. النهارده هتكلم معاكم عن طاقة اخر السنة وطاقة اول السنة، وممكن نعمل ايه في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو اواخر ديسمبر، اللي بتمهد لنا البدايات الجميلة اللي هي بتاع اول شهر يناير، وبداية السنة تبقى مفيدة بالنسبة لنا من الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في أواخر ديسمبر. هقول لكم tips and tricks ليها علاقة general، يعني ليها علاقة بالناس كلها، وهقول لكم tips and tricks حصلت أنا استخدمتها في السنة دي، لأن السنة دي بالنسبة لي أنا حققت فيها حاجات كتير أنا كنت عايزاها. حققت نية السفر، وحققت نية كان عندي تعلق بحاجات سبتها، حققت العلاقات اللي أنا عايزاها، تخليت عن العلاقات اللي أنا ما كنتش عايزاها. كل ده قدرت أعمله في السنة دي، فكانت بالنسبة لي الصراحة سنة كلها إنجازات وكلها نتائج. فإزاي أنت ممكن تاخد النتائج دي؟ طيب بالنسبة لآخر السنة دايما هتلاقيها طاقتها الريليسنج أو التنظيف، أو إزاي تنظف كل الطاقات السلبية. دايما الآخرة خير من الأولى، عشان خاطر أنت بتشيل حاجة تحط مكانها حاجة جديدة. عمرك ما بتعرف تاخد حاجة جديدة غير لما بتشيل لها مساحة أو بتوسع لها مساحة. فازاي توسع مساحة؟ هي انك انت تنظف. هتلاقي انه في علاقات بتظهر لك كانت عندك زمان وكان فيها تردد وما كانش فيها وضوح وما كانش فيها حاجة حقيقية، فبتظهر لك دلوقتي. هتلاقي انه في اشخاص ممكن برضو جايين لك لسه اول مرة تعرفهم، بس جايين بطاقة ان هم لسه مش جاهز، لسه مش مستعد للعلاقة، لسه مش عارف هو عايز ايه. فانت في نفس القصة انك انت مش عارف في دايرة التردد. هتلاقي انه في اشخاص بتتوجد بس ظاهريا على السوشيال ميديا، في مثلا انت شايفهم بقوا انترستد، بيفضل يبعت لك لايكات، يظهر على الستوري، يظهر في اي حاجة بس ليها علاقة مثلا بالسوشيال ميديا، مش حاجة يعني حقيقية، هو بيظهر بس في الخارج او في الظاهر. مش حقيقي، حاجة بيظهر لك وبيديك مسجات بس بشكل مش دايركت، فبالتالي انت بتبقاش فاهم. هتلاقي كل الحاجات دي بتظهر لك، الحاجات كلها اللي فيها طاقة تردد وطاقة مش واضحة. بيجي في دماغك الميموريز اللي هي القديمة اللي كانت تعباك وانت ما كنتش بتواجهها. بيجي في دماغك اشخاص انت كنت حاسس ناحيتهم حاجة والعلاقة انتهت. بيجي في دماغك احساس بالألم فجأة انت مش فاهم جاي ليه، احباط فجأة وانت مش عارف ليه، بيظهر لك احساس انك عايز تعيط فجأة وانت مش عارف ليه. كل ده بيحصل لك في اخر السنة. الطاقة دي او الحاجات دي بتبقى رسالتها ايه؟ رسالتها انك تليت جو. كل الرسائل اللي بتجيلك من خلال الحاجات دي ان انت محتاج تليت جو، تاكسبت، تريليس، وتسيب كل الطاقات دي تخرج بسلام. خلي بالك انه في ناس بتحرر بحرب، في ناس بتبقى متمسكة قوي بانه لا انا مش قادرة اسيب الشعور بتاع الخزل، انا خايفة اتعرض له تاني، فانا مش قادرة ألت جو الشعور ده، انا لو سبته ممكن اتعرض له تاني، فانا عايز افضل حاسس بالألم عشان ما اتعرضلوش تاني. فانت بتسيستم دماغك وبتسيستم شعورك انك انت حتى لو سبته ده مش معناه ان انت هتتعرض للخزل تاني، بالعكس ده معناه ان انت مش هتاخد الانعكاس ده تاني، لان احنا بناخد الحاجة اللي احنا دايما حاسينها من الكون. طول ما انا حاسس بخزل باخده تاني وتالت ورابع، فانا مش من مصلحتي، يعني مش هحمي نفسي لو خليته، انا من مصلحتي ان انا اخليه يخرج بسلام، وان انا موافق ان انا تعرضت له. اكتب كتير، اعمل ريكي سيشنز، روح اعمل سيشنز تنظيف للشاكراز، روح عيط لوحدك او انعزل في مكان. حاول ان انت تريليس بكل الطرق، في طرق كتير قوي، لو انت معاك فلوس او مش معاك فلوس او باقل الامكانيات، انت حط في دماغك نية التنظيف في اخر ديسمبر عشان خاطر تقدر تفضي مساحة كافية للبدايات الجاية ان شاء الله في اول السنة 2023. طيب 2023 ايه الحاجات اللي يستحسن تبدأ بيها ويستحسن تعملها؟ في بداية اول السنة عملت ايه عشان خاطر اخد نتائج واحقق اللي انا عايزاه؟ فهقول لك تيبس اند تريكس ازاي ممكن توصل او تعمل الحاجات اللي انا عملتها دي وبالتالي تظهر لك النتائج اللي انت عايزها. اول حاجة اشتغلت عليها هي انهاء التعلق. كان عندي علاقة توكسيك جدا وكنت مش عارفة اخرج منها ازاي، فكل الافكار اللي كانت بتجيلي ساعتها انه يمكن انا اللي فيها مشكلة،
او انه يمكن انا لو صبرت شويه الموضوع يتظبط. يمكن لو انا حاولت ان انا اعبر اكتر ان احنا عايزين نصلح العلاقه دي فتتصلح. انا كنت ابتديت اكره نفسي، ابتديت العلاقه تبقى متوقفه على المبررات. فكل الحاجات دي كانت اشارات واضحه جدا ان المفروض العلاقه دي تنتهي وبسرعه، لان هي ما كانتش بتخدمني باي شكل من الاشكال، وكانت دايما بتحبطني او دايما بتخليني ما بحبش نفسي. فدي كانت اشاره قويه جدا، وكان عندي طبعا تعلق، فما كنتش عارفه اخرج من العلاقه دي. فاول ما قررت انه انا اخرج من الحاجه دي، هو على فكره انا بتكلم في التعلق بشكل عام بقى، مش من العلاقه. التعلق بشكل عام حاجتين مش هيخلوك تخرج منه: انه انت حاسس انه المشكله فيك، 2 حاسس انه مفيش بلان بي. فانا دايما بقول ان انت لو ركزت ان انت تحط بلان بي ممكن تخرج من العلاقه دي اسهل شويه. بس عقلك ساعات ما بيخلكش تلاقي بلان بي، وبيفضل يحسسك انه مفيش اي حل وده احسن من غيره، وممكن ما تلاقيش غيره، وممكن غيره ويخليك تندم. فدايما عقلك بيحاول يحميك انك ما تتعرضش لاوحش من الحاجه دي، بل بالعكس انت ممكن لو خرجت من الحاجه دي تلاقي الحاجه الافضل. فعقلك دايما هيحطك في الحته دي، في التشالنج ده. فاول حاجه تركز عليها يا اما توجد بلان بي، يا اما ترمي نفسك في بلان زيرو وتحاول انت تبتدي من جديد وتنهي التعلق وتنسفه. ودي عايزه اراده قويه جدا، وده اللي انا عملته، ان انا رميت نفسي وما استنيتش بلان بي، لان حاولت اعملها وفشلت. فقلت انه لازم اخرج من العلاقه دي باي طريقه، او اخرج من التعلق ده وانهي الخوف وانهيه من جذوره عشان خاطر ابتدي بدايه جديده. فاول حاجه عملتها حطيت اراده انه انا انهي التعلق. تاني حاجه عملتها هي ان انا ابتديت احب نفسي اكتر، واشوف ايه اللي انا كنت فاهماه غلط عن نفسي، والحاجات اللي انا حسيت انه حقيقتي فيها اتدمرت، والحاجات اللي انا حسيت ان انا ما عنديش فيها كونفيدنس. ابتديت اعلي الثقه بالنفس، ابتديت اعلي السيلف لاف، ابتديت اظبط السيلف ايمج، الصوره الذاتيه بتاعتي، لان الصوره الذاتيه بتاعتي كانت مهزوزه جدا، كانت مشوشه. اي حد كان بيقول لي حاجه كان في الفتره دي انت بتبقى خارج يعني مضطرب ومتردد، فبتبقى السيلف ايمج بتاعتك متقطعه. فابتديت ان انا اقوي السيلف ايمج بتاعتي بعد ما رجعت حب الذات وظبطت السيلف ايمج. ثالث نقطه عملتها هي النوايا بتاعتي، انا عايزه ايه، انا هبتدي منين. وخلي بالك انا كنت في الفتره دي كان لسه ما بيظهرليش بيبان تتفتح لي بشكل قوي تساعدني، لا كنت لسه باخد حاجات مش مرضيه بالنسبه لي، بس كنت بمسك في اي حاجه عشان خاطر اخد ستيبس بسيطه عشان خاطر اطلع لقدام. ما تتوقعش ان انت هتخرج من هنا تخش في الجنه، لا ممكن ما تلاقيش احسن حاجه، بس واحده واحده بقول لك الستيبس اللي تخرجك من الاتموسفير اللي انت مش عايزه للاتموسفير اللي انت عايزه، او من النتائج اللي انت مش عايزها للنتائج اللي انت عايزها. اي حاجه فيها تعلق ابتدي بيها تسيبها. تاني حاجه ظبط السيلف كونفيدنس بتاعتك والسيلف ايمج بتاعتك، شوف ايه اللي بيتحكم فيهم، ايه اللي بيتحكم في قيمك بينك وبين نفسك، بتحس بقيمتك ازاي، فكر في دي. ثالث نقطه زي ما قلت انك تظبط النوايا بتاعتك، عايز ايه، عايز توصل لايه. ركزت على نيتين: اول نيه ازاي اكون سعيده، ازاي انا اكون سعيده، ازاي الفايبس بتاعتي تكون قويه ومؤثره، ازاي انا بنفسي ارتقي مش باي حد. 2 ركزت على نية الإفادة، ازاي هفيد الناس، ازاي الناس من خلالي ممكن يستفيدوا، وان انا اكون فايبس مريحة ليهم ومنيرة وبتساعدهم على الارتقاء والتطور والتغيير. ثالث حاجة عملتها هي اشتغلت على حقيقتي، ازاي انا اكون دايما بتحرك من الحقيقة بتاعتي، ازاي من جوايا اكون بعبر عن الشيء اللي انا بعمله من غير ما بكون بشوف نظرة الناس ليا ايه وهتقيمني ازاي وهيحطوني في تصنيف عامل ازاي. ابتديت اكسر التصنيفات دي كلها، مبقتش احط نفسي في قالب اطلاقا، بيني وبين نفسي حتى دماغي ما بقتش اخليها تحطني في قوالب. لا اصل اللايف كوتش ما بيعملش كده، لا اصل اللي مش عارف ايه ما بيعملش كده. فكنت عامله لنفسي حدود، فده ما كانش بيخليني بعبر بتلقائيه، وما كانش الفايبس بتاعتي بتوصل. فكنت ممكن تلاقي نفسك انك بتروح تتمرن عشان خاطر تلاقي حد شبهك في التمرين، او حد نفس الستايل، او حد نفس ستايل الجسم، او الناس تنشد لجسمك عشان انت عامل 6 باكس. فبالتالي بيحصل ايه، بتلاقي حد بيجيلك يعجب بيك عشان خاطر جسمك وعشان خاطر انت مهتم بجسمك وشكلك حلو، وتقعدوا فتره صغيره وبعد كده يحصل ملل، او بعد كده ما تتبسطوش، لانه الحاجه اللي انتوا اتشديتوا لبعض ليها
في الاول هي كانت خارجيه او ظاهريه، مش حاجه مش حاجه مستمره. المستمر حقيقي انه حد يحبك للي جواك، للحقيقه بتاعتك. في ناس بتعمل انه هي دايما بتنجح في شغلها عشان خاطر رد اعتبار، او انه انا فشلت زمان فعايزه انجح. فشوف انت بتتحرك منين، هل بتتحرك عشان خاطرك انت، ولا بتتحرك عشان خاطر حد يقول واو وصل ما شاء الله. فانت لو بتتحرك من نقطه ان انت عايز حد يسقف لك، اعرف كويس قوي انك هتاخد نتائج دايما مؤقته، مش نتائج مستمرة معاك وبتأثر فيك بشكل إيجابي. تقريبا كده خامس نقطة اشتغلت عليها هي إنه أي حد مش بستفيد منه حرفيا كنت بسطحه في حياتي، كنتش بخليه، لانه انا مؤمنه جدا انه حتى الاستفاده المعنويه هي استفاده. انه مش طول الوقت انت صديق او حبيب، مش طول الوقت انت عايش معاه في مشاكل، مش طول الوقت انت بتستنزف احاديثنا واحنا قاعدين مع بعض بقول له حاجه ما بيركزش، ما بيتطورش من الحاجات اللي انا بقولها له، وهو بيقول لي حاجه فانا ما بتطورش من اللي هو بيقوله له. يعني في اصدقاء بيقعدوا مع بعض وفي مشاكلهم بيرفعوا بعض مش بيهدوا بعض، هو ده القصد. فما تسيبش شخص اولا ما بيبذلش مجهود انه يفضل في دايرتك. لو ما بيبذلش مجهود مع السلامه، لو ما بيستفدش ولا بيفيد مع السلامه. فدي كانت نقطة رقم 5 اشتغلت عليها، وكانت بتحقق لي نتائج رائعة، وكانت دايما بتجدد لي ناس أفضل وعلى نفس مستوى طاقتي. سادس نقطة اشتغلت عليها إنه اتعلمت إزاي إن أشوف إن كل حاجة تجارب، إنك أنت ساعات بتمر بحاجات معينة عشان خاطر تكتشف فيها نفسك، مش عشان خاطر تفضل تحبط في نفسك لما التجربة دي ما تبقاش أحسن حاجة بالنسبة لك. ما تخشش كل تجربة على أساس إن هي هدف ونتيجة، خش كل تجربة عشان هي توصلك للهدف والنتيجة، لأن التجارب بتكشف لك حاجات وابعاد كتير قوي عن السيستم النفسي بتاعك، فبالتالي بتحقق لك قيمه في السيستم الفكري، السيستم المشاعري، وتطور السيستم النفسي بتاعك، فبالتالي بتساعدك على انك تمشي في الطريق اللي يوصلك للنتائج والاهداف. اخر حاجه انه دايما حاولت استقبل، ما حاولتش استعجل على النتائج، حاولت اهدى وابقى بستقبل وابقى ريسبتيف اكتر. طول الوقت عايز احساس الانجاز هو اللي بيليد، احساسك انك عايز توصل للهدف بالعافيه. انت كل حاجه بتحركك هي انك انت حاسس بقيمتك كده كده، واستحقاقك كده كده موجود، فعارف ان الحاجه دي هتجيلك لحد عندك من غير ما انت تكون في صراعات، في مقاومه، في غضب، في احساس بالتوتر، في احساس بالخوف انك ما توصلش، لان كل ده بيبقى نابع من السيلف ايمج اللي قلت لك عليها، ان انت حاسس ان انت مش كفايه، او حاسس ان انت غير مستحق للنتيجة دي، او حاسس ان انت مش هيترد لك اعتبارك لو ما وصلتش للنتيجة دي. لو ظبطت كل النقط دي انا بضمن لك نتائج اكيده ومستمره معاك في حياتك، مش نتائج مؤقته، مش ريليشن مؤقته، مش بوزيشن مؤقت، مش حاله من السعاده مؤقته، مش حاله من السلام النفسي مؤقته، لا بالعكس، حاله بتدوم وبتدوم وبتدوم وبتكمل معاك. انا واثقه جدا انه كل شخص لما بيبقى عنده طاقة نظيفة وطاقة حلوة بيعرف يأثر على غيره ملايين، لأنه من خلال شغلك أو من خلال بيتك أو من خلال أسرتك، كل ما الفايبس بتاعتك تبقى حلوة الأسرة كلها بتتأثر، المود بتاع الناس كلها اللي حواليك بتتأثر، فأنت بتساعد حتى لو مش بتشتغل، حتى لو مش بتقدم حاجة، طاقتك لوحدها بتساعد. أنا كنت مبسوطة قوي إن أنا معاكم النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل وشير الفيديو لكل الناس عشان الناس تستفيد، وابعتولي برد على كل الناس. اشوفكم في فيديو تاني، باي باي.